السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ده نص كيلو لحمة مفرومة. ايه ده؟ ايه ده يا نونو؟ ده انت هتحطي حمص على اللحمة المفرومة؟ اه، هحط حمص على اللحمة المفرومة، ايه المشكلة برضو؟ بصوا، ده حمص. انت بتجيبي الحمص تغسليه كويس وبتنقعيه مثلا من بالليل للصبح، وبعدين تقومي الصبح تسلقيه، هتلاقيه استوى على طول. يعني ما بياخدش حاجة. سويه بقى وتعالي لي. بس خلي بالك ما تهريهوش عشان القشرة ما تفصلش عنه، عشان لو القشره فصلت عنه هيطرى قوي قوي. انا مش عايزاه طري قوي. خلاص، احنا مش بنعمل حمص الشام يا جماعه. خلاص بصي انا كده ايه. بصي طحنته ازاي، بصي. بصي هوريكي. بصي اما امسكه كده هيمسك في بعضه. بصي انا عايزاه كده. بصي بقى اعمل ازاي. احنا عايزينه كده. هنجيب بقى بصلتين صغيرين كده او بصلايه كبيره، وهنروح حاطينهم، وحاطين حته توم مهروسه او فصين توم وحته فلفل احمر، واضربيهم مع بعض في الخلاط ضرب محترم بقى. يعني انا عايزاكي تضربيه كده، انتقمي منه في الضرب. هو زروطه شويه بس هيديكي نتيجه مبهره، بدل ما ولادك كل يوم والتاني عارفيننا وهتجيبيه وغالي وبتعمليه في المدارس وعايزينه احنا نعمله اقتصادي ولا اي حاجه. تعالي بس انا هقولك احنا هنعمل ايه. خلاص كده اهو، دي حته ليا دهنه عشان ايه نحطها عليه. طب ما عندكيش دهن ولا كانك شفتيها، عادي، ده اختياري. بس او تجيبي اللحمه من عند الجزار فيها نسبه دهون شويه. اللي انت هتعملي ايه يا نونا؟ هنعمل همبرجر اقتصادي. ده كيس همبرجر، توابل الهمبرجر هنحطه عليها. طبعا خلي بالك من الملح، لان اصلا الكيس التوابل ده بيبقى مملح. فدقيقه احتاجت ملح حطي، لا انا دي ما احتاجتش ملح معايا فما حطيتش ملح ايه معايا. خلاص. بصي يا ستي، حطيت سنه ملح بس صغيره مع البيض اللي احنا هنحطه. بصي اعجنيها كويس جدا مع بعضها كده، الفلفل مع البصله. اعجني قوي، اهرسي قوي كده عشان مسام اللحمه تتفدخ منك. اهو همبرجر والله العظيم طعمه في منتهى الجمال. اللي اداني بقى الوصفه دي مين؟ انا اقول لكم. انا بعمل همبرجر العادي باللحمه مفيش اي حاجه. صاحبه بنتي، بصوا الحمص اهو، قالت لي يا طنط انا بعمله والله، انا يعني دقته معاها فبيقول لها ايه ده معقوله؟ قالت لي والله يا طنط أنا عاملاه بالحمص العادي اللي هي مقياد. فانا من موقعي هذا يا مقياد بشكرك عليه لانه فعلا طلع تحفه. بصي 3 بيضات وعليهم حبه فلفل اسود صغيره عشان زفرت البيض بس، وهنحط وذره ملح صغيره اللي انا احتجتها. انت ممكن حيائك ما يحتاجش الذره، بلاش منها. عايزاه مثلا تحطي ملح اكتر حطي. فانا بشكر ام اياد حبيبتي صاحبه بنتي على الوصفه اللي هي عملتها لي دي. اهو هنقلب بقى كويس جدا الخليط ده كده مع بعضه، بس هنرجعه كبه تاني. انت بقى ما عندكيش كبه، طب هتعملي ايه؟ ولا اي حاجه. ادعاكي بقى فيه، لا طلعي غيظك كله فيه كانه عجين بالظبط، عشان يتوه كله في قلب بعضه، الخلطه تتماسك كلها مع بعضها. بس لان انا ما فيهاش دراعات بصراحه فهضطر احطه في الكبتين. خلاص كده عشان بس ينعم كله مع بعضه. اقسم بالله انا فعلا يعني مبهوره بوصفه الهمبرجر دي. تحفه، عملته تحفه، ولا كش ولا مثلا جراله حاجه خالص. والله العظيم تحفه، جربوه على ضمانتي. همبرجر اقتصادي، ده النص كيلو عمل 30 قطعه. والله عمل 30 قطعه. انا بعمل النص كيلو عامه ما بيطلعش 9 قطع او 10 قطع، ما بيكملش 10 قطع. بصوا انا يعني عملتها بالكبه، هرستها بالكبه. بصي بقى انا اوريكي هرستها. بصي عملت ازاي. انا عايزه النتيجه دي اهي. بصي احنا بقى عايزين النتيجه دي. بصي اهي، بصي بقت عامله ازاي. بصي قطعه واحده ازاي، زي العجينه ازاي. اهو بقول لك والله انا فعلا يعني مبهوره بالنتيجه. بصي بقت عامله زي العجينه بالظبط. لو انت ما عندكيش بتاعه الهمبرجر، مكبس الهمبرجر على فكره ممكن تعمليه عادي جدا في غطا مثلا، في اي غطا. بصوا بقت عامله ازاي العجينه. على فكره اللي انت بتجيبيه من الشارع، اللي انت بتجيبوه جاهز ده، صدقوني والله بيبقى فول صويا وحمص من ده.
فام اياد صراحه بشكرك تاني يا ام اياد، الوصفه كانت جميله وجنان جنان جنان، ربنا يخليلك اياد يا رب. اهو بصوا، ولا فك ولا كش ولا اي حاجه، تحفه. اهو بصوا، انا عملته، يعني انا عاده بعمل نص كيلو وما بيطلعش حاجه والله، لكن ده ما شاء الله يعني جميل حلو، طعمه حلو قوي كمان، طعمه حلو واحفادي فرحوا بيه جدا والله. يا جماعه والله اقتصادي يعني، ولادنا بيحبوا الحاجات دي بدل ما يشتروها من بره، وبعدين بيحبوها بدل ما نجيبها غاليه انت هتعملي 30 قطعه وتعملي لهم، هم رايحين المدرسه هم رايحين النادي، هم بالليل هيتعشوا عشاء بالليل اللي هو بتاع المذاكره، والدنيا شتاء والعيال بيتعشوا بياكلوا ما شاء الله وكده. بصي اهو، طبعا احنا عمرنا ما هنعمل الكميه دي كده كلها مره واحده، استحاله طبعا. اهي هنعمل ايه، هنروح حاطينها بقى، هناخد اللي هناخده وهنعمل نحط الباقي في الفريزر. اهو جبت اطباق فويل كده، بصي اهو هحطهم بقى في اطباق الفويل كده ومع بعض كده. طبعا دي اكياس تلاجة عادية انا فاتحاها، يعني انا فتحتها اكياس تلاجة دي انا فاتحاها اهو، نحطهم زي ما هما كده، الكمية بتاعتك اللي انت عايزاها بقى، هتعملي على قد الاكل، بعد كده هتطلعيه من الفريزر زي اي همبرجر عادي وحطي على الزيت على طول. اهو بصي والله 30 قطعة، الطبق كل طبق فيه 10 قطع. بصي ما شاء الله تحفة تحفة تحفة، هنعمله بقى دلوقتي مع بعض. اهو ده انا حبة زيت صغيرة في الطاسة اهي، بصي اهو بصي تحفة ما شاء الله. عايزة تستغني عن الفلفل الاحمر ده استغني عنه براحتك، انت عايزاه حاجة ترجع لك. بصي الدهون في الهمبرجر يا جماعة بتبقى كويسة ليه؟ لان هي دي اللي بتخليها تماسك حتى في اللحمة، ما ينفعش تعمليه من غير دهون، حتى اللي احنا بنعمله بلحمة صافي ده لازم دهون، هو ده اللي بيخلي الهمبرجر يتماسك. اهو بصي، انت لو عايزاه اتخن من كده براحتك، بس انا عملنا السمك ده لان البيض رفعه شوية. اهو بصي، بصي عامل ازاي، واحدة مطلعة على ورق مناديل اهو. انا مش حاطه زيت كتير كده بس عشان انا حطيت حته ليا، فهي عملت دهون اكتر يعني. بصي بصي بقى عمل ازاي، بصي هي تخنت لوحدها، بصي مستوي ازاي ما شاء الله والله. بصي عامل ازاي، مستوي وتحفه، والله طعمه جنين، جربوه عليا، جربوه مش هتندموا والله، جربوه اهو. بصوا اعملي نص الكميه، هو كده دلوقتي النص كيلو لحمه عليه نص كيلو حمص، انت عايزه تعملي اقل اعملي نص ربع كيلو لحمه عليه ربع كيلو حمص، براحتك، جربي والله هيعجبك جدا تحفه. طبعا عشان اقتصادي مش هنجيب جبنه شيدر بقى ونحط جبنه شيدر، لا هو خاص والكاتشب ده اقتصادي، ما هوش بقى احنا هنجيب جبنه شيدر بالشيء الفلاني يعني، لا كاتشب والخس، عايز تحطي طماطم حطي، ده ما هو الاقتصادي، ما انا مش اقتصادي لا. اهو بصي السندوتش عامل ازاي، بصي السندوتش خاص الكابوتشي واخر جمال في الكازر، والله كلنا لما شبعنا فعلا حلو جدا، تحفه فعلا بجد والله، معاكي حق يا ام اياد، فعلا الهمبرجر جميل. اهو همبرجر الاقتصادي اقتصادي، انا جايه بشدها راحت مقطوعه مني، انا اللي شدها غلط. اوعي بقى تنسي تحطي لايك وكومنت جميل منك ودعوه حلوه بقى، يعني انا ما استاهلش يا جماعه كومنت وما استاهلش لايك، احنا لازم بنعمل الاكل على قد الايد، لازم نوفر ونعمل لاولادنا اللي هم عايزينه في نفس الوقت باقل التكاليف.
لازم اهو. بصي بصي جميل ازاي. اوعي تنسي تدعميني بلايك، اوعي، وكومنت حلو منك ودعوة حلوة منك. ربنا يبارك لكم يا رب ويخلي لكم ولادكم، اعملوا لهم اللي نفسهم فيه واللي هم عايزينه بأقل التكاليف، عشان ما ترهقوش نفسكم في المصاريف والدنيا غالية. عمل 30 قطعة اعمليه. بحبكم في الله، تركتكم في رعاية الله. السلام عليكم.